شو الشابيتر الثاني في حصتنا اليوم، وهو الكرة البرتغالية والأطر الفنية البرتغالية اللي تحب الأندية التونسية يعني تستعين بها في تكوين اللاعبين، في تحسين جودة الكرة لديها. كابتن محمد سعيد فوزي، توا المدرسه البرتغاليه الحقيقه قاعده تغزو في العالم، تغزو ومن زمان في اوروبا، ولكن الفتره الاخيره خاصه في العشريه الاخيره، ممكن ال 15 سنه الاخيره عندهم طرق عمل مميزه، وعندهم وداديه المدربين تشتغل بطريقه احترافيه وبطريقه كبيره برشا. وهنا لفته ونداء الى وداديه المدربين التونسيين. الوداديه نتاع المدربين البرتغاليين هي اللي تسوق للمدربين نتاعها. المدربين يشتركوا في الوداديه هذه، الوداديه كبيره وعندها ميزانيه كبيره، ومن المهام الوداديه هي تسويق المدربين البرتغاليين في العالم الكل. اليوم ما ثميش دوله ما تلقاش فيها مدرب برتغالي. المدرسه هذه تطورت برشا. المدرسه هذه راهي خليط بين الكره اللاتينيه اللي هي الكره الفنيه والكره الاوروبيه اللي تتميز بالانضباط التكتيكي. هذاك علاش ديما نحكيو على المدرب البرتغالي عنده برشا فليكسيبيليتي تكتيك. معناتها تنجم تشوف البرتغالي اللي التكتيك الدفاعي واللي ترانزيسيون، وتنجم تشوف المدرب البرتغالي هو المدرب الفني والمدرب الهجومي. التنوع هذايا خلى المدرسه البرتغاليه تغزو، والدليل هاو في دوري روشن ومعناها الامكانيات كبيره. اغلب المدربين، النسبه الكبيره نتاع المدربين في دوري روشن هما مدربين برتغاليين، والناس خدمت على رواحها. المدرسه اتطورت، حتى طرق العمل هو الطريقه العصريه اللي متسميه على المدرسه البرتغاليه في بيداغوجيه العمل، اللي هي اسمها لا بيريوديزاسيون تاكتيك، اللي هذه نتاع بن خرجت من المدرسه البرتغاليه، وهو العمل مش الفوتبول الانتيغري ولا الفوتبول الجلوبال اناليتيك جلوبال. هذه كل تمرين بدني، كل تمرين فرعي هو موجه للفكر التكتيكي اللي يعول عليه المدرب في المباريات. هذاك علاش تميزوا بالمرونه التكتيكيه. والمدرسه البرتغاليه الحقيقه قاعده تلقى في نجاحات كبيره، وعادي جدا باش يلتجؤوا لها الانديه. ان شاء الله نشوفوا نهار من النهارات كيما الكبارات نتاعنا خموا وفكروا ودعاوا انه في وقت من الاوقات لعل وعسى تكون ثم فكر تونسي ومدرسه تدريبيه تونسيه. لكن للاسف احنا الوداديه نتاعنا نشوفوها كان في اعلانات الموتى والا اعلانات الافراح. معبر جدا كلامك اللي